هما 3 كلمات لو قدرت ان انت تؤمن بيهم وتنفذهم هتبقى ملك في الدنيا دي. قال له ايه هما ال3 كلمات دول؟ قال له انا افكر، انا انتظر، انا اصوم. انا يمكنني ان افكر، انا استطيع ان انتظر، انا اقدر ان اصوم. في كتابه للمفكر اللبناني توني سالديني بيؤكد ان الحكمة دي مع بعض التدبر ممكن تحل اكبر مشكلة بتواجه البشرية كلها، وهي توغل الرأسمالية. ان الراهب في القصة بيقول يمكن ان افكر، وباختصار وغير مخل ان كل النظم الاقتصادية والاستهلاكية بل والسياسية والدينية بيستهدفوا عاطفتك وميولك النفسية، فانك تفكر مش تلقن. ده كفيل انه يقلق اي منظومة عايزة تغفلك. حضرتك هتقولي ما احنا بنفكر، هقولك انت بتفكر تختار ايه. هم اذكياء وعارفين ان العقل لازم يفكر، فبيحطوا لك اختيارات عشان تحس ان انت فكرت. فالمقصود اني افكر مش اني افكر في السياق اللي انت اخترتهولي، ده انا افكر فيك انت شخصيا، افكر فيك كلك على بعضك. هقولك ازاي الرأسمالية طول الوقت بتضغط عليك على انك ما تفكرش. الدكتور جلال امين المفكر الاقتصادي كان ذكر مرة في كتاب من كتبه أظن عصر الجماهير الغفيرة، قال الرأسمالية لما اخترعت فكرة السوبر ماركت عملوا فكرة العربات اللي هي الطويلة العميقة دي اللي انت بتزقها لقدام. انت هتقولي منطقي طبيعي عشان تشيل الحاجة. لا لا لا، جلال أمين بدراسة اقتصادية ونفسية قالك لو ان الإنسان عنده ميول ان هو يملى كل شيء فارغ، لا سيما يشعر بالخجل وهو ماشي بعربية فاضية، بقى عنده دافع لا إرادي إن هو يملاها. هدا كمان هنحتاجه مش هيخسر، هدا عليه عرض. المهم انت ما تفهمش اللي بيحصل غير وانت عند الكاشير، ولانه مش عايزك تفكر ولا تركز خالص فعمل لك فيزا علشان ما تاخدش بالك فلوسك نقصت قد ايه. لا وكمان خد فيزة مشتريات، العب على المكشوف، متشغلش بالك بالفلوس، املى بس انت وعبي وروح عند الكاشير. جلال امين بيقول لك تيجي عند الكاشير تلاقيه حاطط لك شوكولاتات والبان وبتاع، انت لما توصل لحد هناك تقول يعني حاجات ب3 4 10,000 جنيه، مش هتيجي على شوكولاتة ب60 70 80 100 جنيه. ان ذهنك يكون حاضر وبتفكر ده خطر على اي منظومة رأسمالية. ده يعني تحررك من قيودها، مش هيعرفوا يبيعوا لك ولا الكومباوند ولا العربية ولا الموبايل. لو كان ذهنك حاضر وبيسأل هل ده يستحق اللي دفعته علشانه، وبيستهلكك تحسب أمرك من غير ما تفكر. علشان كده أول طلب الراهب طلبه تحررك وإنك تفكر. تاني حاجة قالها الراهب يمكنني أن أنتظر. كلام هنا على الصبر، بس مش الصبر على الألم والوجع والفقد، لا. أهلنا زمان كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا صبرك ما تستعجلش. الراهب لفت النظر ليه إن جزء من أي بيعة خسرانة هو الاستعجال. مش بس إنك تفكر زي ما النصيحة الأولى بتقول، لا ده أنت لازم تتعلم إن أنت تاخد وقت قبل أي قرار. عصر السرعة زي ما بيقولك على نفسه، زمن الفرصة اللي ما بتتكررش معرفوش. الحق ده فيه عرض ما بلحقش، دي فرصة العمر لسه العمر بدري. وده الإنسان اللي بيقدر يصبر. واحنا في عصر هيصعب عليك، ده عصر بيفخروا ان هو عصر السرعة. ليه؟ علشان الصبر مش في مصلحتهم. مش هتلاقي بياع ابدا يقولك فكر وارجع لي، هيقولك يا تلحق يا ما تلحقش. ده حتى في الدواء جزء من ترويجه انه فعال وسريع. كتب ودورات التنمية البشرية اللي المفروض ان هي بتساعدك بتعوم على عمهم وتقولك هخليك ناجح في 21 يوم وساري في 24 ساعة، وازاي تقدر تسيطر على حياتك في دورة واحدة. وتلاقي نفسك شبه واحد صاحبي كان جاي من الصعيد، اول ما نزل القاهرة بيقول لي نزلت من المترو لقيت الناس كلها بتجري فجريت، وبعد شوية سألت نفسي هو أنا بجري ليه؟ لقيت نفسي لا إراديا حاسس إن أنا فايتني حاجة، ما هو كله بيجري. راجع كده حياتك، راجعها كده هتلاقي جزء كبير من مشاكلها كان سببها قرار متسرع مش بس خاطئ، وإلا كلنا بنغلط وبنتعلم من الغلط. المشكلة الكبيرة، الأزمة الكبيرة إن العروض كتير وكله عايزك تاخد قرار قبل العروض ما تنتهي. الأولى فكر، التانية اصبر، التالتة صوم. يمكن أن أصوم. في القصة لما الشاب سأل الراهب قصدك إيه إن أصوم؟ وده قيمته إيه في لغة الحياة؟
الراجل لو قدر يصوم هيهين نفسه لو جاع، هيربط على نفسه حجر ويضحك ويهزر مع جوعه. بس لو ما بيعرفش يعملها هيلاقي نفسه بيجري ورا الرخيص ويقبل بالرخيص، ومش بعيد يبيع نفسه بالرخيص. ليه؟ لأنه هو ما بيعرفش يصوم. الراهب بيقولك انت لو هتقدر تصوم وحد طلبك للشغل هتطلب أجرك العادل، وساعتها مش هيقدر يستغل جوعك علشان يجبرك على سعره البخس. قرار بيفرض سيطرته على الغريزة. قدرتك على الصوم هي قدرتك على الحرية. الصوم غير الحرمان. حضرتك لما بتصوم ما بتبقاش محروم. جعان، عايز نيكوتين، عايز بروتين، عايز كافيين، بس مين منعك؟ القرار ما بيخليكش تتخيل الأكل، مش بيجي في دماغك. الحرمان إنك ما تطولش وعينك دايرة. الصوم كبرياء، أما الحرمان مذلة. علشان تعرف تعيش صح فكر وما تقولش أمين. اصبر قبل ما تاخد الخطوة. صوم، ما تبقاش جعان ومحروم. وفعلا قدرت تعمل دول هتبقى ملك، وفوق ده كله عزيز النفس. سلام.